أعزائي الطلبة والطالبات، زملائي أعضاء هيئة التدريس الكرام، اليوم مصر تحتفل بعيد تحرير سيناء العظيم. طبعا هتسمعوا في وسائل الإعلام في الفترة الجاية يوم الخميس القادم اللي هي أغاني وطنية تدعو إلى حب الوطن، ولعلك تتساءل لماذا هذا اليوم هو عيد تحرير سيناء العظيم. أولا هنقول كلمة تحت عنوان مصر حب، انتماء، تضحية. حب هذا الوطن، انتماء لهذا الوطن، التضحية من أجل هذا الوطن، وهو عيد تحرير سيناء. كل عام تحتفل مصرنا الحبيبة بهذا العيد وهو تحرير سيناء. سوف أخذكم إلى جولة تاريخية لمعرفة قيمة هذا اليوم في حياتنا، وهو ملحمة العبور 6 من أكتوبر. طبعا العدو الإسرائيلي احتل سيناء عام 1967 وظن أنه أخذها من الشعب المصري وسوف يمكث فيها طول العمر، ولكن المستحيل ليس مصريا أعزائي الطلبة والطالبات. وفي عام 1973 قام الرئيس محمد أنور السادات بملحمة العبور. سوف أطلق عليها كلمة ملحمة أعزائي الطلبة والطالبات لمشاركة الجيش والشرطة والشعب في تلك الحرب. فالجيش قام بصد العدو الإسرائيلي على الجبهة، وشرطتنا الباسلة قامت بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الحبيبة، والمجتمع المدني المتمثل في الشعب المصري قام بخدمات في الإسعافات في المستشفيات في ذلك الوقت. فهي حقا ملحمة العبور 6 من أكتوبر. تاني حاجة يبقى نعرف أسباب حرب أكتوبر: استيلاء العدو الإسرائيلي الغاشم على سيناء. تاني سبب رد كرامة الجندي المصري، وهو ده السبب الرئيسي اللي دعا إلى هذا الحرب. في عام 1967 أعزائي الطلبة والطالبات العدو الإسرائيلي قام بأسر بعض الجنود والضباط المصريين وعاملهم معاملة سيئة انتوا عارفين. فردا هذا اليوم يوم عام 1973 رد كرامة الجندي المصري. يبقى من أهم الأسباب رد كرامة الجندي المصري والشعب المصري في ذلك اليوم. ولقنا العدو الإسرائيلي الذي لا يقهر ظنا منه درسا لن ينساه. يبقى إذن أعزائي الطلبة والطالبات مدرستنا ميت الرخا تحتفل بعيد تحرير سيناء. هذا العيد يعتبر من أفضل الأعياد القومية التي تمر بها مصرنا، وعرفنا أن السبب احتلال إسرائيل لجزء غالي من حياتنا وهو سيناء أرض الفيروز. يبقى مدرستنا تحتفل بهذا، وعرفنا أسباب هذا الانتصار. كلمتنا مصر تتحدث عن نفسها دي مجموعة من الطلاب عاملين لافتات احتفالا بهذا النص، وهو مصر تتحدث عن نفسها ويبقى الأثر وتاريخ مصر الأصيل. طبعا وكفاح شعب مصر في تلك الظروف قام الشعب المصري بعمل ملحمة عظيمة. ثانيا قامت بعد الحرب بالمشروعات القومية لتلك الحرب. طبعا مصر تتحدث عن نفسها وعيد تحرير سيناء لافتات في مجموعة أحباء تاريخ ميت الرخا. يبقى إذن أعزائي الطلبة والطالبات عنوان كلمتنا تحرير سيناء: حب، انتماء، تضحية. حب الوطن، انتماء لهذا الوطن، التضحية من أجل الوطن. فتحية عظيمة لشهداء الوطن، وحفظ الله مصرنا بكل خير وتنمية.